ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. نبدأ بقى الفيديو كده بالصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا دخلت كده على المطبخ، قلت اعمل اكل سريع كده. جبت حلة، حطيت فيها معلقتين سمنة بلدي، ونزلت بقى ايه كده باللحمة، نشوحها بس تشويحة كده لو لونها يتغير كده، والدهون اللي فيها كده ايه تاخد وتدي كده تاخد وتدي كده مع السمنة، نشوحها كده بس تشويحة. اتشوحت قمت رفعها كده ايه على جنب عشان اعرف انزل بس البصلة، اعرف اقلبها معاها كده يعني. صلوا على النبي كتير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انا مقصره كده وايه ما بنزلش فيديوهات كتير، لان طبعا حاسه كده ان انتوا نايمين ومفيش اصلا تفاعل، فمش مديه الموضوع اهتمام قوي. فقلت بقى يعني وقت ما بنزل مش لاقيه تفاعل كتير وكده، وحاسه ان ان انتوا مش الموضوع مش حابينه، فقلت فبنزل عادي يعني. مش موضوع ان انا شايفه الموضوع واخد حده يعني، فارق معاكم يعني. المهم قطعنا بصلتين كده وقرن فلفل، وحطيتهم بقى في الدهون اللي نازله في الحله دي، شوحتهم كده. قمت هنزل بقى بيهم باللحمه تاني عليهم. كنا بقى ضربنا طماطميتين كده وشفشق طماطم زي ما انتوا شايفين، ومعاهم قرنين شطه حمر وفصين توم. ننزل بقى ايه دول نقلبهم كده تقلبتين في قلب البصل. بعد كده ننزل بقى بالطماطم اللي هي فيها فلفل وفيها توم، نسيبهم بقى يتسبكوا سوا. وبعد كده نبقى نحط لهم البهارات، فلفل اسود كده دخلوا على التسبيكه شويه، قمت منزله عليهم بقى البهارات، فلفل اسود وكمون وكزبره وملح. هخليهم برضو ايه ياخدوا ويدوا بشكل ودي كده مع بعض. وبعدين ايه انزل لهم بحبه ميه صغيرين كده، اللي هو يعني الصلصه تكون خفيفه شويه عشان تسوي برضو البسله وتسوي بقيه اللحمه يعني. طبعا البسله متفرزه، فبتبقى يعني ايه واخده نسبه سوا شويه، مش بتبقى زي الطازه يعني. المهم ايه انا قلبناهم تقلبتين كده وسيبناهم بقى ورا كده على جنب، وقلنا نعمل الرز. جبت كده كيس شعريه، كانت بقى اختي جايه تعيد عليا هي وماما وكده، فقلت ايه كانت ماما صايمه، قلت تفطر معانا. هي بصراحه كانت جايه لي مفاجاه كده، بس في واحده خبصت بقى على الموضوع عشان عارفه لو كانوا يجوا من غير ما اعرف كنت هعمل موضوع وحوار. المهم كده بقى الرز تشرب ميته، بنزله كده، بغسل الرز واحطها على الشعريه، واخدهم تشويحه كده بقى بالملح. بعد كده احط الميه بتاعتهم يتشربوا واوطي عليهم. المهم كده ببص بقى على البسله، لقيتها خلاص استوت بقى، قمت ايه طافيه عليها. هنا غرفنا الاكل بقى، غرفت 3 طبق رز كده و3 طبق بسله وطبق مخلل كده وخلاص، بالهنا والشفا. روقت المطبخ بقى وخليت المطبخ فل شمعة منورة طول ما انا واقفة. دخلنا بقى على على البيت بقى نغير الملايات بقى، واحنا من العيد واحنا منتخين. قلت بقى ايه اغير الملايات كده ونروق الأوضة ترويقة حلوة كده وخلاص. كفاية على الملايات دي كده، لان كنا بننام عليها طبعا في العيد. فقلت بقى اغيرها، نفضها كده تنفيضة حلوة، ونفتح الشباك كده يهوي. هو بصراحة الروتين ده كان روتين بالليل خالص، في السهرة كده العيال نامت وابوهم نام، قلت بقى ايه استنهزها فرصة، هما نايمين في الصالة، فقلت انا استنهزها فرصة بقى وادخل اروق الأوضة كده. لان طبعا الجو صيف، والصبح كده في الجو الحر دوت الواحد ما بيعرفش يعمل حاجة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شلت بقى كده الملايات والحاجات اللي في الارض كده، ونشيل بقى الحافظه اللي في الارض كمان، ونشوف الدنيا كده ايه هتبقى معانا عامله ايه. المهم طلعت كده ملايه نظيفه، نغير بقى الملايات ونفرش ملايات نظيفه. لا الجو اليومين دول صعب قوي 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 بجد، ربنا يسترها علينا يا رب ويرحمنا من اللي احنا فيه يا رب. المهم كده بقى فرشت المراية كده، وسبت بقى الشباك يهوي. بالليل بصراحة بيجيب هوا حلو، عن بالنهار يا لهوي بيدخل عنا صهد. ربنا يكفينا شر الحر يا رب وشر النار يا رب. المهم كده بقى عملت السرير كده، وبلبس بقى المخدة كده طبعا، عشان المخدات ديت انا اصلا مش اللي هي الفايبر، بتبقى فايبر داخلها قطن معمولة عمولة يعني، فكبيرة على الكيس نفسها، فبتدخل بصعوبة. يا الله، قولي لو الروتينات نفسها يعني الروتينات مش عاجباكوا، قولي مثلا ممكن تغيري، تحبوا ان انا اعمل لكم ايه يعني ايه. ممكن تكونوا مثلا حابيني في المطبخ اكتر، لا حابيني في الشقة اكتر. ممكن نعمل مثلا لو نزلت مثلا ورحت زي عندنا كده الساحة، فلوجات برا البيت كده يعني. فاللي انتوا يعني ايه اللي انتوا حابينه، بس احس ان في حد بيتفاعل بقى وحد ايه الموضوع يعني حابينه كده يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني بس عملنا برضو السرير التاني كده. يما الجيوب الأنفية في الحر دي بتخلينا النهار لآخر المدى بجد. مناخيري حاسة ان مناخيري فيها حاجة غلط، عاملة لي صداع، مخليني عايزة دني مشغلة المروحة ومصدرها عليا وقاعدة على الكنبة، مش هتحرك من مكاني. لا موضوع صعب قوي بصراحة. بقالي كام يوم كده كنت كانت اختي هنا بقولكوا جت عشان تعيد علينا وكده، ف بقالي بقى كام يوم اروح هو اليوم اللي هو دوت هما يجولي فيه، وبقالي كام يوم بقى نتجمع عند ماما، يجعلوا دايما بيتها مفتوح بحسها يا رب وما يحرمنا منها ابدا. فتلاقوني بقى كنت مأنتخة كده، عارفين طبعا لما بنروح عند بيت اهالينا بقى الانتخة. احنا برضو بنقوم ونعمل، بس يعني كل واحد بيعمل حاجة كده في السريع، ونقعد بقى الضحك والهزار بقى وكده. ربنا يا رب يدن بيتها مفتوح بحسها ونتجمع فيه دايما يا رب. المهم كده خلصت بقى السراير، ودخلت كده على التسريحة برضو لمعتها كده ورصيت الحاجة اللي فيها، ودخلت برضو الملمع في ايدي كده ناخد كل حاجة قدامنا. عملت برضو الفليزر والدولاب كده. كانت الأوضة نظيفة أصلا خالص، بس طبعا الجو حر بقى والعرق بقى وكده، فقلت لا هشيل الملايات. وبتاكل مخلل ليه اصلا؟ طب خلاص ادخل استحمى. المهم بقى طبعا الأوضة اصلا نظيفة وما فيهاش اي حاجة، خلي بابا يقلك. فقلت هغير بس الملايات كده
بحبة مية باريال كده، والمع الارض كده تدي ريحة حلوة للأوضة، ومع الملمع بقى وكده الأوضة يبقى ريحتها حلوة. مكان الحر بقى يديكي انتعاش كده بدل الاكتئاب اللي الواحد فيه ده. وطبعا فرشت الحافظة كده. الحافظات دي بصراحة بتبقى خفيفة علينا، بتفكرنا بالحسر بتاعت ايام زمان كده، كنا بنشيل الحصيرة دب دب وخلاص على كده. مش سجاد بقى ويا لهوي. خلصت كده بقى الأوضة، وبقت الأوضة زي الفل كده. قلت برضو هي الأوضة بتاعت النوم دي مكركبة برضو، محدش بينام فيها دي، فقلت مش هغير الملايات. هو بس كنت لما الغسيل كده مطبقاه يعني. هرص كل حاجة مكانها ونعدل الأوضة وخلص على كده. العباية دي بحس فيها ان انا حامل. واسعة قوي، فهي بس هي موضتها كده يعني، مش واسعة عليا، مش كبيرة عليا يعني، لا هي موضتها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرص بقى الهدوم كل حاجة في مكانها كده. روح يلا. نرص بقى الحاجات دي، الهدوم كل حاجة نرصها مكانها كده، ونلم الأوضة على طول، نلمعها بس كده ونكنسها وخلاص على كده. قولولي مفرهدين زي في الحر وانا الواحد اللي مفرهده كده. طبعا كنت اصلا مطبقه الغسيل، فهلمه كده بس الغسيل بتاع العيال ندخله في اوضه الاطفال كده، وبعد كده بقى نيجي نرتب الاوضه على طول، مش هتاخد معانا وقت يعني. يا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نفض بس كده الدنيا، عشان طبعا الشباك مفتوح فالاوضه تتعفر على طول يعني. نعدل بس كده الملاية، واي حاجة بقى واقعة في الارض كده نشيلها نحطها مكانها، ونكنس الاوضة كده ونلمع التسريحة وخلاص على كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جبت كده بقى المقشة دي، قلت اكنس بقى بها كده على طول. هي الدنيا نظيفة يعني، مش مستاهلة ان انا اشيل بقى واكركب الدنيا يعني. قلت الم بس الحافظة كده، اجيب من تحت التسريحة وكده كده انا كنت مالية الجردل يعني، ملمعة بيه اوضة الاطفال، فقلت المع بيه برضو الارض هنا كده، مش هياخد معايا وقت كده اهو. جبت بقى البتاع اللي هي الشرشوبة دي، لمعت بها الدنيا. خلاص الأوضة بقى كده خلصت، هنلمع بس التسريحة كده وخلص على كده. كده بقى الفيديو خلص معانا، ونقول ما تنسوش اللايك والكومنت والاشتراك الحلو منكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك، عشان هو دوت الحاجة الوحيدة اللي هستفاد منها، واللايكات الحلوة منكم. واللي اللي مش عامل ايميل اللي هو ايميل على جوجل يعني يعمل، مش خسارة فيا. وانا مستنية الكومنتات الحلوة منكم.
يلا باي باي. بعمل لكم باي اهو.